مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 93 مواطن بفيروس كورونا اليوم. السدود المشيدة في الإقليم الأوسط تصيب حالة لإثراء المياه الجوفية. المؤسسة الصحية في مدينة الشعب تقدم خدمات مرضية. معطل 8 من مقاتلي النظام بضربات إسرائيلية في سوريا. بكين تتهم واشنطن بجنوب العظمى بعد تبني الكونغرس مشروع قانون مثير للجدل. مجلس الأمن يوافق على تولي غوتريش الأمانة العامة لولاية ثانية. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرة التي أجريت اليوم 9 من يونيو في مراكز العزل وعصام استقبال المرضى بالأقاليم الأوسط والجنوبي والقشبركة وعنصبة أظهرت إصابة 93 مواطن بفيروس كورونا، وظهر 43 من الإصابات في مراكز العزل وعصام استقبال المرضى في أسمرة بالإقليم الأوسط، و31 في الإقليم الجنوبي، 15 منها في مندفرة و13 في دك أمحرة، وإصابة واحدة في ميمنة، وإصابة واحدة أيضا في عدخالة، وكذلك إصابة واحدة في عرزة. كما ظهرت 14 إصابة في القاشبركة، 5 منها في بارنت، و5 أيضا في علي قدر، و4 في أديبرة، و5 إصابات في كرن إقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 152 مرضى كورونا، 85 من الإقليم الأوسط، و56 في إقليم شمال البحر الأحمر، و6 في إقليم عنسبة، و5 في إقليم جنوب البحر الأحمر. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 4690، شفي منهم 4206، وتوفي 14 مريض كورونا، فيما لا يزال 470 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 9 من يونيو 2021. أعلن قسم البنى التحتية الزراعية في الإقليم الأوسط بأن السدود المشيدة والمصينة في الإقليم بأكثر من 250 مليون نقفة ساهمت في إثراء المياه الجوفية والارتقاء بالتنمية الزراعية. وأوضح مسؤول الفرع المهندس أبراهام دانيال في اللقاء الذي أجراه مع وكالة الأنباء الإريتريا إيرينا بأن أعمال بناء السدود في الإقليم الأوسط تعود إلى سنين طويلة، حيث تم بناء 11 سدا في الفترة ما بين 1914 وحتى 1930 لتوفير مياه شرب لمدينة أسمرة والارتقاء بالتنمية المروية. وقد جاءت تزداد أعمال البناء من فترة لأخرى لتصل في الوقت الحالي إلى 84 سدا و42 حفيرا، وأشار إلى بناء 36 سدا و21 حافيرا وصيانة 16 سدا خلال 30 عاما من سنوات الاستقلال. فيما وصلت الأراضي الزراعية النامية بالري التي كانت 230 هكتار في عام 1992 وصلت في الوقت الحالي إلى 1000 هكتار، وظلت تنتج إضافة إلى تسيير الأنشطة الزراعية والمنزلية الأسماك. وأوضح أن السدود والحفائر في الإقليم الأوسط تسع في الوقت الحالي 70 مليون متر مكعب من المياه، حيث يسهم 12 سدا في توفير مياه الشرب النقية للمدن، و72 سدا للتنمية المروية، و42 حفيرا للخدمات المنزلية وسقي المواشي. في الختام أوضح مسؤول البنى التحتية الزراعية في الإقليم الأوسط المهندس أبراهام دانيال بناء 85 من الحواجز المائية الحجرية والسلكية على مستوى الإقليم، وبناء حواجز مائية وسدين جوفيين للارتقاء بالأنشطة الزراعية في منطقة درفو، وقد تم تصميم لبناء سد كبير.
أفاد مسؤول الصحافي مديرية شعب السيد زيناوي قبل دنقل بأن انتشار المؤسسات الصحية وتكامل الأجهزة الطبية أدى إلى تقديم خدمات مرضية في المديرية. وذكر السيد زيناوي بأن المواطنين يحصلون الخدمات الصحية عن قرب لإرساء مركز صحي في منطقة منشبة، ومستوصف في منطقة وقيرة، ونقطة صحية في منطقة قدقدة، واكتمال الاستعدادات لفتح نقطة صحية أخرى في منطقة وقريت. وتقدم المؤسسات الصحية في منشب خدمات للمرضى المراجعين كخدمات المختبر ورعاية الحوامل والصيدلة وإسعافات أولية لسكان المديرية والقادمين في فصل الشتاء من قندع وقلب وأفعبته، داعيا أخذ الاعتبار في الأدوية المقدمة إليهم هذه الخدمات. وذكر بأن متابعة المواطنين الجادة للسيمينارات التوعية والإرشادات الصحية ساعدت خدمات الرعاية الجارية للحوامل والأطفال لتحدث تطورا ملموسا. هذا ويقطن مديرية الشعب أكثر من 30,000 نسمة. قدمت وزارة التعليم هدايا تشجيعية ل 120 طالبة في مديرية مغولو في إطار جهود تحقيق مشاركة ومنافسة واستمرارية الطالبات في التعليم. وقدمت الهدايا التشجيعية لطالبات المدارس المتوسطة في ضواحي أرادا وكوفرينكو ومغولو. وتضمنت الهدايا الأدوات الدراسية والأدوات المرتبطة بالحياة والدراجات للطالبات الآتيات إلى المدرسة من أماكن بعيدة. وقال مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ صالح آدم إن الأدوات المقدمة مشجعة، داعيا أولياء الأمور إبداء التعاون لوصول الأبناء وخاصة البنات لأعلى مستويات التعليم. من جانبه أوضح مدير مديرية مغولو السيد إبراهيم كيداني أن إدارة المديرية ستقوم بدورها لإنجاح برامج وزارة التعليم. في غضون ذلك قدمت الهدايا التشجيعية ل 120 طالب مرحلة متوسطة في مديرية غردات. وقال مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ جبر ميكائيل الأزارة إن الدعم جزء من مبادرات التشجيع المتخذة في سنوات الاستقلال. مشاهدينا الأكارم، فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 8 من مقاتلي النظام السوري على الأقل قتلوا في الضربات الإسرائيلية الليلية على محافظة حمص. وقال مدير المرصد الرامي عبد الرحمن لوكالة فرانس بريس إن 5 جنود سوريين و3 مقاتلين آخرين موالين للنظام تابعين للدفاع الوطني قتلوا في الضربات التي جرت قبيل المنتصف في عدد من المناطق بينها إحدى ضواحي حمص. وكانت دمشق أعلنت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي من دون أي تفاصيل عن المواقع التي استهدفتها المقاتلات الإسرائيلية التي شنت الغارات ولا عن الخسائر المحتملة. وفي وقت سابق قال المرصد إن انفجارات عنيفة دوت في مدينة دمشق ومحيطها نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية ومحاولة المضادات الأرضية التابعة للنظام السوري التصدي لها في سماء المنطقة. اتهمت بكين واشنطن بالمبالغة فيما يسمى بالتهديد الصيني بعد ما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقضي بتخصيص استثمارات كبيرة في العلوم والتكنولوجيا، ووصف بأنه نص تاريخي. وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الصيني إن هذا القانون يكشف الجنون العظمى لدى الولايات المتحدة حسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة. واتهمت اللجنة واشنطن بالمبالغة فيما يسمى بالتهديد الصيني.
وفي لحظة تفاهم نادرة بين الديمقراطيين والجمهوريين، أقر مجلس الشيوخ النص الذي يقضي بتخصيص استثمارات طموحة في العلوم والتكنولوجيا، وترصد هذه الخطة أكثر من 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير، وترمي خصوصا إلى تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأمريكية أشباه المواصلات التي تتركز صناعتها حاليا في آسيا. وترمي هذه الخطة لتسريع إنتاج أشباه المواصلات في الولايات المتحدة لمعالجة أزمة الشح العالمي لهذه المكونات الأساسية، كما تهدف على نطاق أوسع لدعم الصناعة الأمريكية في الحرب التجارية مع الصين. وافق مجلس الأمن الدولي على أن يتولى أنطونيو غوتيريش الأمانة العامة للأمم المتحدة للولايات الثانية بين العامين 2022 و 2026، ويتولى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير 2017، ولم ينافسه مرشح آخر على الولايات الثانية. وينتظر التأكيد الرسمي من جانب الجمعية العامة قريبا بعد ولاية أولى خصصت للحد من العواقب التي قد تكون وخيمة على المنظمة جراء السياسة الأحادية التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. سيتعين على غوتيريش وضع خطة المعركة ضد كافة الأزمات المندلعة وفق ما قال دبلوماسي. وأكد غوتيريش مطلع مايو أن العناصر الأساسية لأنشطته ترتكز على العمل بعيدا عن الأضواء. قالت الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت بلاغا عن وقوع انهيار في موقف السيارات التابع للمركز الطبي شعاري زيديك في القدس، مما أدى إلى سقوط عدد من السيارات داخل حفرة كبيرة. ووصلت 7 سيارات إطفاء إلى المنطقة، ولم تتسبب هذه الحادثة في وقوع أي إصابات. ويعتقد أن الحفرة قد تشكلت نتيجة أعمال بناء قريبة لطريق أنشئ حديثا عن مدخل القدس، بالإضافة إلى انهيار نفق قيد الإنشاء بشكل جزئي كان يمر تحت موقف السيارات ومبنى المستشفى. وأظهر مقطع فيديو نشره مركز شعار زيديك جزءا من موقف السيارات ينهار، محدثا حفرة عميقة مع تصاعد سحب كثيف من الغبار. إلى هنا تنتهي نشرة هذا المساء، لكن إليكم أهم ما جاء فيها. إصابة 93 مواطن بفيروس كورونا اليوم. السدود المشيدة في الإقليم الأوسط تسهم بفعالية لإثراء المياه الجوفية. المؤسسات الصحية في مدينة شعب تقدم خدمات مرضية. مقتل 8 من مقاتلي النظام بضربات إسرائيلية في سوريا. بكين تتهم واشنطن بجنون العظمى بعد تبني الكونغرس مشروع قانون مثير للجدل. ومجلس الأمن يوافق على تولي غوتيريش الأمانة العامة لولاية ثانية.